تخيل معايا لو انت عايش في العصر الفيكتوري وجات لك دعوة لحضور حفلة في قصر من القصور الفخمة في أوروبا، والحفلة دي هيحضرها الأغنياء والأمراء والأميرات، وانت هتكون واحد منهم. يا ترى ايه الأجواء المتوقع انك تشوفها في حفلة زي دي؟ موسيقى، غناء، رقص، شرب وعشاء فاخر، أو حتى ممكن تتعرف على واحدة جميلة. طبعا يا عزيزي يبدو لك إنك هتعيش حلم جميل، لكن خليني أقولك إن اللي هتشوفه في الحلقة دي عكس اللي في خيالك تماما. دي يا عزيزي حفلة مش عادية، واللي هيحضرها ناس مش عاديين، دول مهاويس لكن أغنياء، لأن فكرة الحفلة حرفيا مجنونة، بتجمع بين الثراء والفضول والرعب. ناس متجمعين في قصر، وفي وسط القاعة في تابوت فرعوني، جثة حقيقية فرعونية أمام عيونهم. يا ترى هيعملوا فيها إيه؟ وليه الاحتفال ده؟ وهل دي حفلة فعلا؟ النهاردة هحكي لك عن أغرب الحفلات في التاريخ، حفلات فك المومياوات الفرعونية. فلو انت قلبك جامد اسمع الحكاية للآخر. القصة بتبدأ بعد حملة نابليون على مصر، لما رجع الجنود الفرنسيين بمجموعة من الآثار الفرعونية، وما كانتش بس تماثيل لكن بجثث فرعونية ملفوفة من آلاف السنين. الآثار اللي اعتبرها الأوروبيين كنز حقيقي مدفون في رمال مصر، وتسببت في هوس وجنون عندهم اسمه الفراعنة، ومنها المومياوات الفرعونية، خصوصا بعد ما عرفوا قيمتها التاريخية. فالأغنياء والأمراء قالوا دي فرصة علشان نلمس التاريخ بإيدينا، لكن التاريخ رفض يعدي الموضوع بسهولة. فظهرت حفلات فك المومياوات الفرعونية، حفلات غريبة ومرعبة وطقوسها أغرب من الخيال، وكل ده بدافع الفضول والخرافات. ضيوف بفساتين حرير وملابس النبلاء، وشمعدانات بتتراقص ألهبتها من النار، وصوت موسيقى مرعبة، وأقدام بتتحرك ببطء. وأثناء هذا الجمع من الناس بيخرج ليهم راجل متخصص في تشريح المومياوات الفرعونية، وهو المسؤول عن عملية فك المومياء من الكتان أمام الحاضرين، وكمان بيشرح ليهم قصة المومياء وبيحكي ليهم عن أسرارها. الطبيب أو عالم الآثار ده بيبدأ بفك الكتان طبقة طبقة، وكل طبقة بتنفتح بيخرج معاها غبار أسود. الغبار ده بقاله آلاف السنين، والغبار ده بيستنشقه كل الحاضرين وبيدخل في صدورهم في حالة من الانبهار والصمت والرعب. عام 1834 ظهر مقدم حفلات فك المومياوات الفرعونية الطبيب البريطاني توماس بيتيجرو. الراجل ده كان في الأصل طبيب جراح في لندن، لكن حبه وشغفه بالآثار المصرية جعلوه خبير في علم المصريات، فجات له فكرة ربط الطب بالآثار من خلال تشريحه للمومياوات الفرعونية وطريقة طحنتها. كان منبهر جدا بالجثث المحنطة، وكان عايز يوصل لسر التحنيط، وكان بيحصل على المومياوات دي من خلال تهريبها من مصر بواسطة تجار الآثار ولصوص المقابر الفرعونية. وقتها اللي كان بيحكم مصر كان محمد علي باشا، اللي ما كانش مركز وقتها مع الآثار الفرعونية، تقريبا ما كانش عارف قيمتها التاريخية ولا حتى المادية. علشان كده محمد علي ما كانش بيشغل باله بلصوص الآثار للمقابر الفرعونية، ده حتى كان بنفسه بيهدي بعض القطع الأثرية سواء تماثيل ومسلات كهدية لملوك أوروبا. في الوقت ده كان موجود في مصر رحالة ولص آثار اسمه جيوفاني بيلزوني، فكان توماس بيتيجرو الملقب باسم بيتيجرو مامي زي ما تعرف على تواصل مستمر مع جيوفاني بيلزوني. بيلزوني كان بيقتحم المقابر الفرعونية ويخرج منها الآثار والتماثيل الذهبية والمومياوات، كان بيصدرها للندن، وكان الطبيب توماس بيتيجرو بيشتري منه المومياوات دي وبيشرحها وبيدرسها. واللي زود هوس الأغنياء والأمراء بالمومياوات الفرعونية هو ارتباطها بالخرافات، زي مثلا ظهرت خرافة بتقول إن المومياوات الفرعونية بتشفي العديد من الأمراض الخطيرة زي ألم المفاصل والعظام والجلد وأمراض الربو، وده من خلال تقطيع المومياء وطحنها وشرب المومياء المطحونة. علشان كده اشتهر توماس مامي زي ما تعرف في الأوساط الاجتماعية الارستقراطية في أوروبا بحفلاته الخاصة، وده بهدف جمع الأموال طبعا مقابل تسلية الضيوف الأغنياء. الموضوع كان أشبه بالإيفنت الحصري، صاحب القصر
بيعزم الصفوة وبيلتفوا حوالين الجثة. أول ما بيفتح التابوت البعض من الحاضرين بيحصل له حالة إغماء من الريحة والمنظر، والبعض الآخر كان بيقرب أكتر علشان يشوف تفاصيل الجلد والشعر والأسنان، وكان بيخرج بنفسه أثناء الحفلة في جو مرعب وغامض. وفي وسط صالة القصر موضوع تابوت لجثة فرعونية، وبيبدأ يشرحها ويفك لفائف الكتان منها. وقبل انتهاء الحفل كان بيقطع المومياء ويبيع أعضائها للأغنياء، واللي بيدفع أكتر كان بيديله حتة من المومياء علشان يطحنها ويشربها. انت متخيل؟ لدرجة ان الحفلات دي اصبحت ترند رقم 1 في اوروبا. الموضوع كان بالنسبة لهم تسلية ومتعة وفضول، بس مبني على الجهل والخرافات. علشان كده الموضوع ما خلصش على كده، الكارثة جاية، لان انتوا عارفين كويس جزاء اي حد يعبث في المومياوات الفرعونية. بعد ما اشتهرت حفلات فك المومياوات في اوروبا، حصلت حاجات خارقة للطبيعة للناس اللي حضروا الحفلات دي. منهم اللي مات فجأة بشكل غامض، ومنهم اللي مات بحادث أليم، ده غير انتشار الحوادث والأمراض اللي صابتهم بسبب شربهم واستنشاقهم للغبار الموجود في المومياء. فأكتر من حفلة بعد الفك الضيوف اللي استنشقوا الغبار ماتوا بعدها بأيام. انتشرت أخبار الوفيات بسبب المومياوات لدرجة إن الصحف وقتها أطلقوا عليها اسم لعنة الفراعنة. ومع بداية القرن العشرين بدأ العلماء يرفضوا الحفلات دي وحذروا الناس من إقامتها وحضورها، وتحول فك المومياوات لعملية دقيقة بتحصل في المعامل والأماكن العلمية. اللي حصل كان مثال غريب على إن إزاي البشر ممكن يحولوا أي حاجة حتى ولو كانت جثة عمرها آلاف السنين لوسيلة ترفيه أو لمجرد الهزار والتسلية. ودايما بتكون العواقب أليمة وفظيعة. بس يمكن من غير الحفلات دي ما كناش عرفنا حاجات كتير عن الفراعنة والتحنيط. الموضوع كله بيورينا حاجة مهمة، إن الفضول البشري ملهوش حدود، حتى لو وصل لحد إنه يدعوك على حفلة المضيف فيها هو المومياء. انتهت حكايتنا النهاردة. قولولي في التعليقات تحب أقول لكم إيه عن قصص حقيقية لكن مرعبة. قبل ما أقفل ما تنساش تكون عملت لايك واشتراك في القناة، واشوفكم الحلقة الجاية على خير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.